انت اسير نظرتك الغلط لماضيك. لما بنعيد التفكير في تجربة سلبية احنا بنعمل حاجة اسمها تقوية المسارات العصبية. كل مرة بتفكر في الغلط اللي حصل او الاحساس الوحش اللي حسيته انت بتثبت المسار ده في دماغك اكتر. الموضوع اشبه بانك تمشي في طريق مليان غابة كتير، كل ما تمشي فيه كل ما الطريق بيبقى اوضح واسهل للمشي. الاستمرار في التركيز على الماضي السلبي بيخلي دماغك يفرز هرمون التوتر وهو الكورتيزول، بيأثر على قدرتك على التفكير الإبداعي وبيضعف جهاز المناعة وبيخليك تشوف العالم من خلال عدسة سوداوية. انت كده حرفيا بتبرمج نفسك انك تفضل في دايرة الماضي. تعالى اقولك على مفاتيح التحرر. اول حاجة اعادة برمجة نظرتك. الحل مش انك تنسى الماضي لان ده مستحيل واللي حصل حصل. الحل هو انك تعيد برمجة نظرتك فيه. الماضي مش شيء بيحصل ليه، الماضي شيء بيحصل علشانك. كل تجربة حتى لو كانت قاسية كانت فرصة للنمو وتعليم درس جديد، لاكتشاف قوة جواك ما كنتش تعرف انها موجودة. ابدأ اشوف الاحداث دي كبيانات تعليمية. لما بتغير المسمى مخك بيتعامل معاها بطريقة مختلفة. بدل ما يفرز هرمون الكورتيزول هيفرز هرمون زي الدوبامين لما بتحس انك اتعلمت حاجة جديدة. تخيل معايا ان عقلك ده هو كمبيوتر خارق والماضي هو مجرد ملفات قديمة جواك. انت صاحب الكمبيوتر ده وتقدر تمسح الملفات اللي مش عايزها او تعيد تسميتها او تستخدمها عشان تبني برامج افضل بكتير للمستقبل. انت مش مجرد اسير لماضيك، انت المبرمج الرئيسي لعقلك. لما بتغير نظرتك انت بتغير المسارات العصبية، بتغير الكيمياء جوه جسمك، بتغير مسار حياتك كلها. المستقبل بتاعك لسه متكتبش والصفحات بتاعته بيضاء. ودلوقتي انت مستعد تكتب فصل جديد في قصة حياتك؟